حسنا، يا مواليد برج الميزان، تجمعوا حولي. أنتم أنيقون، مأساويون، كارثة تمشي على قدمين. لسنوات تجولتم في الحياة توزعون خطبا عن التوازن كأنه نص مقدس، وكأن دينكم الحقيقي هو شخصيتكم أنتم. لنكن صادقين، موهبتكم الحقيقية ليست إيجاد الانسجام، بل تحويل كل قرار تافه وعديم المعنى إلى أزمة وجودية كاملة تتنبأ بنهاية العالم. هل أختار قهوة بحليب الشوفان أم فلات ويت بحليب اللوز؟ اقطعوا المشهد. بعد 3 ساعات ما زلت واقفا في الطابور، أراجع كل قرار حياتي قادني إلى هذه اللحظة. مرحبا بكم في عام 2026، العام الذي يمل فيه الكون أخيرا من عرضكم، ويتوقف عن احترام توازنكم الهش، ويبدأ بالضحك عليكم جهرا. هذا هو العام الذي لا يتأرجح فيه الميزان برقة فقط، بل يسقط بقوة إلى الأرض. لنبدأ بأكثر أجزاء حياتكم فوضوية، حياتكم العاطفية، أو كما تفضلون تسميتها، مشروع العثور على شخص لا يثير ترددي. يبدأ العام بالتفاؤل المعتاد للميزان. ستعيدون تحميل تطبيقات المواعدة، تصقلون ملفاتكم الشخصية، وتبدأون بالسحب نحو اليمين على أشخاص يبدون مستقرين، مقنعين أنفسكم حتى آخر ذرة فيكم بأن هذه المرة ستكون مختلفة. الحقيقة البسيطة: لن تكون أبدا. إنه نفس الفوضى العاطفية التي وعدتم أنفسكم بتجنبها في العام الماضي، ولكن مع صور أجمل ونبذة شخصية تذكر المشي كهواية. إنهم نفس الفوضى العاطفية التي وعدتها العام الماضي، ولكن هذه المرة بصور أجمل ونبذة شخصية تذكر رياضة المشي. ستقضي أمسيات كاملة وعطل نهاية الأسبوع تحلل إشعار شوهد. إيموجي واحد غامض سيدفعك للتحقيق بمستوى محقق جنائي. هل هو وجه مبتسم مع دمعة أم مجرد وجه سعيد؟ ماذا يعني هذا؟ رد متأخر قليلا وأنت ألف خطاب الانفصال في رأسك. أنت لا تبحث عن شريك، أنت تبحث عن لغز يحتاج إلى فك شفرته، وفي النهاية سيتعبون من انتظارك لتقرير أين تأكل، ومن مناقشاتك التي تستمر 48 ساعة حول مقابلة أصدقائهم، وسيختفون فجأة لأجل شخص يستطيع أن يقول نعم للعشاء دون استشارة معالجه النفسي ومنجمه الفلكي و3 أصدقاء مقربين. ننتقل سريعا إلى أكتوبر، شهر ميلادك وموسم سقوطك. تماما عندما تظن أنك وجدت بعض السلام، يظهر حبيبك السابق في رسائلك الخاصة. الرسالة بسيطة وقاتل: مرحبا، لقد تغيرت. ستحدق في الإشعار 20 دقيقة كاملة، قلبك سيؤدي تلك الرفة التي تكرهها، ستكتب 7 ردود مختلفة: ذكي، بارد، ضعيف، وعلامة استفهام واحد، ثم تحذفها جميعا، وأخيرا بعد مجهود خارق لضبط النفس ترد: جيد، وأنا كذلك. ستشعر بدفقة فخر وقوة، تستمر 5 دقائق فقط، قبل أن تبدأ بالتساؤل إن كنت قاسيا أكثر من اللازم. ثم تأتي النهاية الكبرى، ليلة رأس السنة. ستكون وحدك في شقتك المرتبة بعناية مثل ترشف مشروبا غير كحولي، ربما عصير تفاح مخلف، ولكن في كأس كريستال فخم وباهظ الثمن. تراقب العد التنازلي وتهمس لنفسك: هذا هدوء، هذا جيد، هذا اختياري، ولكنه ليس كذلك، ليس هدوءا ولا جيدا، بل ذروة وهم الميزان، مقدم مع اليأس الصامت. فأنت لم تختر الوحدة، بل حللت الأمور حتى وصلت إليها. والآن لنتحدث عن عملك، أو كما أحب أن أسميه، المسير البطيء نحو الاحتراق الوظيفي، ولكن بأناقة. ستبدأ 2026 بنار إرضاء الآخرين في داخلك، تصل إلى المكتب قبل الجميع،
وتغادر بعد الجميع، تتطوع لكل مشروع إضافي وكل مهمة في عطلة النهاية، تردد في داخلك: هذا سيجعلهم لا يستغنون عني، ولكن الحقيقة أنهم يستطيعون ذلك وسيفعلون. الترقية التي أرهقت نفسك لأجلها ستذهب لزميل يتغدى 3 ساعات، يغادر الساعة 4:59 كل جمعة، ومساهمته الأساسية هي الطاقة اللطيف. ستشاهد الظلم بالحركة البطيئة، تبتسم وتهنئه، بينما تخطط لسقوطه في رأسك. مديرك سيأخذك جانبا ويخبرك كم أنت عنصر أساسي، وما يعنيه فعليا أنك رخيص وموثوق، ولن تشتكي عندما يضيفون المزيد من العمل دون زيادة. أنت لست عنصرا أساسيا، أنت ممسحة المكتب، ولكن بملابس أنيقة وأدب شديد. يأتي ديسمبر، تقييم نهاية السنة، زيادة مجهري، تحتفل بقهوة تحبها، ثم تعود إلى المنزل وتفتح فاتورة الكهرباء لتكتشف أنك ما زلت مفلسا، فقط بإضاءة أفضل لانهياراتك الليلية في المطبخ. أما أموالك، ما تسميه توازنا ماليا هو في الحقيقة إفلاس دائم بذوق. إنفاقك عكس مباشر لحالتك النفسية، تشعر بالإحباط فتكافئ نفسك بسترة لا تحتاجها، أو شمعة مبالغ في سعرها، أو اشتراك تنساه أشهرا، تشعر بالقوة ثم يأتي الندم، تقسم أنك ستبدأ الادخار، تشعر بالمسؤولية لساعات، ثم تبرر قهوة أخرى على أنها استثمار في الإنتاجية، ومع نهاية 2026 سيشبه كشف حسابك سلامك الداخلي قريبا من الصفر مع هبوطات درامية إلى السالب. وأخيرا صحتك، الشيء الذي تصر على أنه بخير. أنت مرهق حتى العظم، تتجاهل إشارات جسمك، تبتسم للطبيب، تشترك في ناد رياضي ثم تتركه، نومك سيء، جسدك يؤلمك، ومع ذلك تصر أنك بخير. والخلاصة أن 2026 ستكون السنة التي تجبر فيها على الاعتراف بأنك لست متوازنا، بل تناقض أنيق، تسقط، تعدل مظهرك، وتنهض، وأنت تعلم أنك ستسقط مرة أخرى، ولكن بطريقة ما تجعل السقوط يبدو أنيقا. إلى 2026 يا مواليد الميزان، ليكن ترددكم أسطوريا، وخداعكم الذاتي يستحق الأوسكار، وفشلكم في غاية الأناقة. شكرا على المشاهدة، وإن شعرت أن الكلام أصابك بقوة، فأنت لست وحدك. إذا أعجبك الفيديو، تعليقك وإعجابك سيسعدنا. ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لمزيد من الجنون والعبث.